بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم بنبدأ باب المد والقصر ونعرف المد لغة. المد لغة هو الزيادة والمط، واستمد هذا المد من أو التعريف من قول الله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما اصطلاحا هو عبارة عن زيادة زمن امتداد الصوت في حرف المد واللين لأكثر من حركتين، ولا بد له من وجود سبب. لابد له من وجود سبب لزيادة المد. طيب، ايه هو تعريف القصر؟ القصر هو عكس المد تماما. لغة هو الحبس والمنع، ومستمد من قول الله تعالى: حور مقصورات في الخيام. واصطلاحا هو عدم إطالة الصوت بحرف المد واللين لعدم وجود سبب لذلك، ولذلك هو عبارة عن قصر الصوت. والقصر هنا بنقصد بيه ان احنا بنترك الزيادة فوق الحركتين، مش بنترك المد بالكلية، ودي نقطة مهمة جدا. يبقى الزيادة فوق الحركتين لا ترك المد بالكلية، والمد ما زاد عن ذلك، يعني يبقى 3 حركات، 4 حركات، 5 حركات، 6 حركات، تمام. ولكن المد الطبيعي اللي هو العادي بتاعنا هو حركتين، وهذا يعتبر قصر. أما الزيادة عن حركتين فيعتبر مد. والقصر هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب، خلاص. أما المد الفرعي أو المدود الأخرى التي تحتاج إلى سبب فبنزيد المد عن حركتين. طيب، الأصل في باب المد هو ما رواه الإمام الطبراني في معجمه، وما نقله الإمام ابن الجزري في النشر، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدون أي مد مرسلة، يعني بالقصر بدون ما يمد الفقراء. فقال له ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. خلاص، وده حديث صحيح. إذا لابد من المد إذا توافر الشروط بتاعته. والإمام ابن الجزري قال إن هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب، يعني ده سند قوي جدا من رجال إسناده ثقات في هذا الباب، وده دليل على وجود المد، إن مفيش حاجة اسمها نقرأ القرآن بدون ما نمد، نقرأ كله بالقصر، لأ. إذا توافر سبب للمد فلازم نمد. طيب، هي حروف المد دي، حروف المد وشروطها بتنصب الدراسة في باب المد واللين على 5 أحرف. يعني إحنا عندنا 5 حروف بنقدر نعتمد عليهم وينصب كل باب المد واللين عليهم. اللي هم إيه ال5 حروف؟ هما حروف المد اللي هم حروف الجوف ال3، اللي هي الألف المادية والواو المادية والياء المادية، اسمها حروف الجوف ال3. وكمان حرفي اللين. وما هما حرفي اللين؟ الواو اللينة والياء اللينة، يعني الواو والياء اللينتين. يبقى إذا عندنا 5 حروف بيدور حواليهم هذا الباب: حروف المد واللين ال3، واللي هي الألف المادية والواو المادية والياء المادية، وكمان الواو والياء اللينتين.
ما هي حروف المد واللين؟ هي الألف الساكنة، ويشترط أن يكون مفتوح ما قبلها. ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، أو ياء ساكنة مكسور ما قبلها، أو واو ساكنة مضموم ما قبلها. ولذلك دايما بقول لكم إن الفتحة بنت الألف، والكسرة بنت الياء، والضمة بنت الواو. خلاص، يبقى لابد من أن تكون الألف والواو والياء المادية دي عارية تماما من التشكيل، وما قبلها مجانس لحركتها. إذا كانت الألف ساكنة بيكون ما قبلها مفتوح، إذا كانت الياء ساكنة بيكون مكسور ما قبلها مجانس لحركتها، إذا كانت الواو ساكنة بيكون مضموم ما قبلها. مثال: العاجلة، أجمعين، مدحورا. وحروف المد كلها بنجمعها دايما في كلمة واي، اللي هي الواو والألف والياء، ولازم تكون ليها شروط. مثال مثلا: نوحيها، وأوتينا، أوذينا، وهكذا. طيب، حرف اللين هما الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. يبقى عشان نفرق ما بين الواو المادية والياء المادية، وبين الواو اللينية والياء اللينية، ففي شروط. الألف الواو المادية بتكون ما قبلها مضموم، أما الواو اللينية بتكون ساكنة وما قبلها مفتوح. أما الياء الساكنة نفس القصة، بتكون ساكنة وما قبلها مفتوح في حروف اللين. أما في حروف المد بتكون الحركة مجانسة ليها، بتبقى ياء ساكنة وما قبلها بيكون حرف مكسور. يبقى إيه الفرق بين حروف المد واللين وحرف اللين؟ حرف اللين بيكون واو وياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما، أما حروف المد واللين بتكون الواو والياء ساكنة وما قبلها مجانس لحركتها، يعني ياء ساكنة ما قبلها مكسور، واو ساكنة ما قبلها مضموم. وطبعا الألف ليه ما قلناش عليها مد ولين؟ هنقول بعد شوية، ولكن الألف دائما بتكون ساكنة وما قبلها بيكون مفتوح. طيب، نستنتج من ذلك إن الألف دي لا تكون إلا حرف مد ولين. أما الواو والياء إما أن تكون حرف مد ولين إذا سكنتا وسبقهما حركة مجانسة لهما، وإما أن تكون حرف لين فقط، وذلك إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما. أما الياء الساكنة المضموم ما قبلها والواو الساكنة المكسور ما قبلها دي ما وردتش في اللغة عندنا. يعني لو لقيت ياء ساكنة مضموم ما قبلها أو واو ساكنة مكسور ما قبلها دي لم ترد في اللغة. والإمام الجمزوري أشار إلى حروف المد واللين في التحفة، قال: حروفه 3 فعيها في لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. خلاص؟ طيب، يبقى ليه الألف ما بتكونش إلا حرف مد فقط؟ ليه الألف ما بتكونش إلا حرف مد فقط؟ لسبب مهم جدا. إيه هو السبب المهم؟ السبب المهم إن لما نيجي ناخد المخارج والصفات إن شاء الله هنلاقي إن الألف المادية ملهاش مخرج آخر غير الجوف. الألف المادية ملهاش مخرج آخر غير الجوف. أما الواو والياء اللينتين والماديتين له مخرجين. بنلاقي واو مادية بتخرج من الجوف وياء مادية بتخرج من الجوف، وبنلاقي واو بتخرج من الشفتين وياء بتخرج من وسط اللسان. خلاص، يبقى الواو والياء اللي ليهم أصل من أجزاء الفم، اللي هي وسط اللسان والشفتين جزء من أجزاء الفم، فدول على طول بتكون لينتين. مفهوم؟ بتكون ساكنة وما قبلها مفتوح، فبتبقى واو وياء لينة. أما الواو والياء الجوفية دي حرف مد بيكون ساكن وما قبله مجانس لحركته، ودي حاجة مهمة جدا لازم نفرق بينها.
طيب تعالوا بقى نقسم الباب بتاعنا هيمشي ازاي. أقسام المد دي عبارة عن جزئين كبار: مد طبيعي، مد طبيعي ومد فرعي. مد طبيعي ومد فرعي. المد الطبيعي بينقسم إلى مد طبيعي كلمي ومد طبيعي حرفي. طيب والمد الفرعي؟ المد الفرعي بنقسمه على حسب السبب، بسبب السكون وبسبب الهمز. خلاص؟ يبقى المد الطبيعي هو مد طبيعي كلمي ومد طبيعي حرفي. أما المد الفرعي هو مد بسبب السكون ومد بسبب الهمز. طيب تعالوا بقى نبتدي نشوف إيه هو المد الأصلي أو إيه هو المد الطبيعي. المد الأصلي أو المد الطبيعي تعريفه هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا تستقيم الكلمة بدونه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلمة لا يمكن أن يكون لها معنى إذا حذفنا حرف المد الطبيعي أو الأصلي اللي فيها دي. خلاص؟ وحرف المد الطبيعي ده مش متوقف على أي حاجة ولا على سبب من همز ولا سكون. هو مد طبيعي. مد طبيعي يعني إيه؟ مد طبيعي يعني متأصل في أصل الكلمة، لا يتوقف على سبب من همزة وسكون، وكمان ما بتستقيمش الكلمة بدونه أبدا. والإمام الجمزوري قال: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا، وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. خلاص؟ طيب بالنسبة لشروط المد الطبيعي، عندنا إيه هي شروط المد الطبيعي؟ أول حاجة عندنا 3 شروط مهمين جدا، لازم يتوفروا الشروط دول علشان نمد مد طبيعي. خدوا بالكم أنا بقول شروط مش أسباب للمد. إحنا قلنا المد الطبيعي ملهوش سبب، خلاص، ما بيتوقفش على سبب من همز أو سكون، ولكن المد الطبيعي له عدة شروط. عشان أمد المد حركتين يبقى لازم وجود حرف من حروف المد واللين بشروطهم اللي احنا قلنا عليهم ايه: ألف مادية ما قبلها مفتوح، ياء مادية ما قبلها مكسور، واو مادية ما قبلها مضموم. دي الحروف المد واللين بشروطهم. أن يكون ثابت وصلا ووقفا، يعني المد ده معايا أنا وأنا بوصل الكلمة مديته، وأنا واقفة على الكلمة برضو مديته. خلاص؟ ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. مثال إيه؟ مثال في الآية الكريمة اللي عندنا دي: القارعة. ما القارعة؟ كلمة القارعة بلاقي الألف هي مادية عارية من التشكيل، معلهاش أي تشكيل، وما قبلها مجانس لحركتها، ما قبلها مفتوح. خلاص؟ يكون. يوم يكون الناس. يكون بلاقي الواو مادية عارية من التشكيل اهي، لأن ما قبلها كمان مضموم. تمام. المبثوث نفس الحكاية، بلاقي الواو عارية من التشكيل وما قبلها مضموم. كالفراش نفس الحكاية، ألف مادية ما قبلها مفتوح. الجبال ألف مادية ما قبلها مفتوح. خلاص؟ وهكذا. يبقى لازم توافر حروف المد واللين بشروطها. طب لو أنا وصلت الكلمة القارعة ما القارعة، أنا عملت إيه؟ المد ثابت معايا، سواء وصلت سواء وقفت المد ثابت. هل وجود هنا في شرط همزة أو سكون؟ لا، ما بيتوفرش عندي هنا شرط همزة أو سكون. يبقى أنا عندي 3 شروط: يكون ثابت وصلا ووقفا، لا يتوقف على سبب من همزة أو سكون، يكون حروف المد واللين بشروطهم: ألف مادية ما قبلها مفتوح، ياء مادية ما قبلها مكسور، واو مادية ما قبلها مضموم. أقسام المد الطبيعي زي ما اتفقنا هو مد طبيعي كلمي ومد طبيعي حرفي. المد الطبيعي الكلمي هو أن يأتي المد الطبيعي في كلمة، تمام؟ أما المد الطبيعي الحرفي هو أن يأتي المد الطبيعي في حرف من حروف أوائل الصور اللي هي الحروف المقطعة، فبيسموه مد طبيعي حرفي. خلاص؟ أما المد الطبيعي الكلمي
هو مد طبيعي بيأتي فيه كلمة. طيب تعالوا ناخد المد الطبيعي الكلمي، سهل خالص. تعريفه هو ما كان موجود في كلمة من كلمات القرآن الكريم وكان خاضع للشروط السابقة اللي اتفقنا عليها. خلاص. والمد الطبيعي الكلمي ده له ملحقات وله مستثنيات. هناخد ايه هي ملحقات المد الطبيعي بعد شوي وايه هي مستثنيات المد الطبيعي. مثال: العاجلة، درجات. مقداره دايما بيكون حركتين. خلاص. ولا يجوز أن نمد أكثر من حركتين ولا أقل من حركتين. يعني لو مديته أقل من حركتين بحاجة بسيطة خالص بنقول عليه مدا ما دون الطبيعي، ولو ما مديتوش خالص بيكون قصر ما بيكونش مد. يبقى لازم أديله الحركتين بتوعه، العاجلة، درجات، وهكذا. طيب المد الطبيعي الحرفي تعريفه هو كان موجود في حرف من الحروف الهجائية المقطعة، وهي حروف مخصوصة بعينها موجودة في أوائل السور القرآنية، وساعات بيسموه الطبيعي الثنائي لأن هو بيتكون من حرفين وهو بينحصر في 5 حروف مجمعة في حي طهر. يعني إيه حي طهر؟ يعني الحاء، الياء، الطاء، الهاء، الراء. طيب هل إن أنا لما أجي أنطقهم أقول حاء ياء طاء هاء راء؟ لا، لما أجي أنطقهم بنطقهم من حرفين، حاء ياء طاء هاء راء، وهكذا. خلاص. مقداره هو حركتين، يعني لا يقل ولا يزيد عن حركتين بإجماع جميع القراء، وملهوش إلا صورة واحدة هي الثبات في الوصل وفي الوقف. يعني احنا اتفقنا ان المد الطبيعي ثابت وصلا ووقفا سواء كان حرفي او سواء كان كلمي. مواضعه بيوجد فيه 21 موضع في القرآن، منهم 7 فقط للحاء. الحاء لها 7 مواضع بيسموهم الحواميم ال7. كل السور التي تبدأ بحاميم مثال غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. الحواميم ال7 كلهم فيهم حاميم. أنا بمد الميم 6 لأن دي مش تبعنا، مش تبع المد الطبيعي الحرفي، لكن الحاء بمدها حركتين، حاميم حا، وهكذا. الياء في كاف ها يا عين صاد في مريم، وفي ياسين في سورة ياسين، فنلاقي يا ها يا. طيب بالنسبة للنطق بتاعهم احنا هناخدهم بالتفصيل في الحروف المقطعة في القرآن. يعني لما نيجي ننطق في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ما بنقولش طبعا كده، بنقول كل حرف بالمد بتاعه، اللي بمده 6 بمده 6 واللي بمده 2 بمده 2. مثال كاف ها يا عين عين صاد. يبقى إذا عندنا الكاف 6 حركات، العين 6 حركات، الصاد 6 حركات، والهاء والياء عندي فيها حركتين فقط. ياسين نفس القصة، ياسين، وهكذا. يبقى الحروف التي تمد مد حركتين هي مد طبيعي، والتي تمد 6 حركات هناخدها إن شاء الله في المد الفرعي. الطاء عندنا في طه، في سورة طه بنقول طه طه. الطاء بنمدها حركتين والهاء حركتين. طا سين ميم في الشعراء وفي القصص بنقول طا سين ميم. بمد السين 6 وبمد الميم 6، والطاء فقط هي اللي حركتين مد طبيعي. وأيضا في النمل طا سين برضو في النمل. الهاء موجودة عندنا زي ما اتفقنا في سورة مريم في كاف ها يا عين صاد،
وموجودة في طه، في سورة طه. الراء موجودة في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، في ألف لام را. ألف لام را. الراء عندنا بتتنطق يعني من حركتين. ألف لام را، را فقط حركتين. وألف لام ميم را. الراء هنا برضو حركتين في الرعد. خلاص ان شاء الله هناخدهم بالتفصيل وهنتدرب عليهم لما نيجي ناخد المد الفرعي ان شاء الله. طيب، ألقاب المد الطبيعي. المد الطبيعي لنا فيهم 5 ألقاب. ساعات بنسمع مد أصلي، ساعات بنسمع إنه مد طبيعي. ساعات بنسمع إنه مد طبيعي وساعات مد أصلي. طيب المد الطبيعي ليه؟ لأنه صاحب الفطرة السليمة لا يزيد ولا ينقص عن مقداره الطبيعي. خلاص؟ وبتركه قد يخل بالمعنى. طيب المد الأصلي، المد الأصلي عبارة عن أبو المدود. يعني إيه أبو المدود؟ يعني كلها من الأصل ده، كلها من أصل المد. ماشي الكلام؟ يعني الأصل اللي بيتفرع منه كل المدود الأخرى، فعشان كده سموه المد الأصلي. المد الذاتي لأن ذات المد لا تتحقق إلا في هذه الحروف. أحيانا كمان بيسموه مد الصيغة. ومد الصيغة ده لأن صيغة حرف المد يعني ذات حرف المد ذاته متأصل فيه. خلاص؟ يبقى حرف المد متأصل في المد. وساعات بيسموه مد طبيعي أو طبعي. طبعي يعني إيه؟ طبعيا يعني فطريا، يعني من طبيعة الإنسان هو كده كده بيمد الكلمة، فبيسموه طبعيا يعني فطريا. بفطرة الإنسان بيدرك الإضافة بتاعته اللي هي الحركتين. يبقى أنا عندي إيه؟ يبقى أنا عندي مد طبيعي، مد أصلي، مد ذاتي، مد الصيغة، ومد طبيعي. كل دي ألقاب للمد الطبيعي الأصلي، ألقاب ليها. خلاص؟ يبقى الألقاب دي كلها بتندرج تحت إيه؟ تحت اسم ألقاب المد الطبيعي الإيه؟ الأصلي. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف تعالوا نشوف ملحقات المد الطبيعي. ملحقات المد الطبيعي حاجتين: مد الصلة الصغرى ومد العوض. يبقى عندي ملحقات للمد الطبيعي، ايه هما؟ مد الصلة الصغرى ومد العوض. مد الصلة الصغرى ده بيسموه مد الصلة من اسمه صلة، يعني بيثبت وصلا وبيسقط وقفا. بيثبت وصلا ويسقط وقفا. أما مد العوض العكس بتاعه، بيثبت في الوقف. مد العوض ده بيثبت وقفا فقط، لكن عندما نصل الكلمة بيسقط منها. يبقى ما هما ملحقات المد الطبيعي؟ مد الصلة الصغرى ومد العوض. طيب تعالوا نشوف يعني ايه ملحق. يعني ايه ملحق بالمد الطبيعي؟ المد الطبيعي له 3 شروط معروفة. إذا سقط شرط منهم أصبح المد إما إنه يكون مستثنى أو ملحق. سهل الموضوع؟ يبقى المد الطبيعي ده له 3 شروط: إنه ثابت وصلا ووقفا، إنه يكون موجود المد بشروطه: ألف مادية ما قبلها مفتوح، واو مادية ما قبلها مضموم، ياء مادية ما قبلها مكسور، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. لو تدخل عندي أي شرط من دول اختل، على طول بيصبح المد الطبيعي ده إما مستثنى أو ملحق بالمد الطبيعي. عشان كده بنسميه إيه؟ مستثنيات وملحقات من المد الطبيعي. طيب كمان في فرق ما بين الملحق والمستثنى. الملحق والمستثنى كلاهما سقط شرط منه أو أكتر كمان، يعني ممكن يكون شرط، ممكن يكون شرطين سقطوا. يبقى كلاهما سقط منه شرط أو أكتر من شروط المد الطبيعي. ولكن المد الملحق هو حرف المد فيه بيكون غير أصلي. حرف المد فيه بيكون غير أصلي. أما المستثنى
حرف المد فيه بيكون أصلي. حرف المد فيه بيكون أصلي. نقول كمان المد الملحقات بيكون حرف المد غير أصلي ولذلك هو ملحق. أما المستثنى من المد الطبيعي حرف المد فيه أصلي، وده هيتضح في الشرح معانا إن شاء الله. طيب تعالوا ناخد مد العوض. مد العوض هو أول ملحق من ملحقات المد الطبيعي. تعريفه هو التعويض عن تنوين النصب بألف مادية تمد بمقدار حركتين، بيكون حال الوقف فقط. حال الوقف فقط. خلاص. والألف دي إما تكون قدامي مرسومة أو غير مرسومة. أمثلة إيه لو مرسومة؟ حفيظا، عليما، سميعا، بصيرا، وكل هذه المدود لما أجي أقف عليها أقول إيه؟ حفيظا، عظيمة، سميعة، بصيرة، وهكذا. يبقى إذن إيه اللي حصل؟ على طول حولت تنوين النصب لألف مادية تمد بمقدار حركتين. وقد يكون غير مرسوم، تبقى مسمى، هدى، وهكذا. تكون غير مرسومة أمامي، يعني بتكون اللي هي إيه؟ الألف المقصورة اللي في الآخر الغير مرسومة دي، لما أجي إيه؟ أقف عليها نفس القصة، هدى، مسمى، وإلى ذلك. في الوصل بقى إيه اللي بيحدث؟ في الوصل بيسقط مد العوض ده، وبطبق على طول أحكام النون الساكنة والتنوين اللي احنا خدناها. ده تنوين، أشوف إيه الحرف اللي بعده، أعمل إدغام ولا أعمل إخفاء حقيقي ولا أعمل إقلاب ولا أعمل إيه. بطبق أحكام النون الساكنة والتنوين تمام. الحاجة الوحيدة بس في تنوين النصب الاستثناء اللي عندنا وهي هاء التأنيث. هاء التأنيث لما بتيجي التاء المربوطة دي منونة بقلبها إلى أصلها وهو الهاء، زي شجرة، جنة. على طول عند الوقفة أقولها إيه؟ شجرة، جنة، وهكذا. يبقى ما بقلبهاش إلى ألف بقى مادية، لأ، هي أصلا موجودة على هاء تأنيث، وهو ده تنوين النصب بتاعها. على طول في الوصل بتكون تاء وفي الوقف بتكون هاء. خلاص. وبالتالي مد العوض عندنا ملحق بالمد الطبيعي. ايه السبب في انه ملحق بالمد الطبيعي؟ اول حاجة ان حرف المد غير اصلي في الكلمة. لا، يعني هي اصل الكلمة ايه؟ حفيظ، عليم، سميع، بصير. مش سميعا، حفيظا، عليما، بصيرا. يبقى الالف دي الف ايه؟ الف ليست من اصل الكلمة. يعني انا لو شلت الالف دي استقامت الكلمة. لو شلت الالف استقامت الكلمة، وبالتالي هنا الشرط اختل. أيضا بتكون غير ثابتة في الوصل والوقف. غير ثابتة في الوصل والوقف. يعني ما بنلاقيش ثابتة وصلا ووقفا، لا، بنلاقيها ثابتة في حال الوقف فقط. أما في حال الوصل بتأخذ على طول أحكام النون الساكنة والتنوين. وزي ما خدنا في باب النون الساكنة والتنوين بنلاقي إن في نون التوكيد الخفيفة ولا يكونن، لنسفعا، إذا، كلها بتنطق نفس مد العوض تماما. ولا يكون، لنسفعا، إذا، دي لما نيجي نقف عليها، وده هو مد العوض. أما مد الصلة الصغرى بقى، وده الملحق الآخر لملحقات المد الطبيعي، هو عبارة عن صلة هاء الكناية بواو مادية إذا كانت مضمومة، وبياء مادية إذا كانت مكسورة، بشرط. إيه هو الشرط بتاعها؟ أن تقع بين متحركين ولا يكون الثاني همزة قطع. ليه لا يكون الثاني همزة قطع؟ لأنه لو كان همزة قطع يبقى كده توقف على سبب من همز، يبقى عمره ما هيكون مد طبيعي، هيكون مد فرعي. لأن المد الفرعي بتاعنا بيتوقف على سبب من همز أو سكون. يبقى إذا لازم تكون صلة هاء الكناية دي بين متحركين، يعني ما قبلها متحرك وما بعدها حرف متحرك، وهي تكون في النص. ويشترط كمان إن هي ما تكونش بعديها، يعني الحرف الذي يليها ما يكونش همزة قطع أبدا، وإلا هتبقى مد صلة كبرى وليس صلة صغرى. خلاص.
طيب ايه هي هاء الكناية؟ هي هاء ضمير بيكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. أمثلة إيه؟ لعله يزكى وصاحبته وبنيه. بنلاقي هنا في واو صغنطوطة على السطر بين بعد الهاء. بصوا كده بعد الهاء بنلاقي واو صغنونة. لو كان إيه؟ لو كان ما قبلها مضموم. طب ولو كان ما قبلها مكسور بنلاقي الياء الفارسية اللي هي رأس الحاء المقلوبة دي، وصاحبته وبنيه. دي علامتهم في رسم المصحف، علامتهم بتكون بسيطة خالص ومفهومة ومعروفة، وأول ما بنلاقيها على طول بتاخد حكم المد الطبيعي الحركتين، يعني بنمدها حركتين. ما نقولش لعله يزكى، لعله يزكى، لا، لعله يزكى، يبقى احنا بنمدها حركتين. وصاحبته وبنيه بنمدها حركتين. ايه سبب التسمية ان هي مد صلة صغرى؟ لانها لا يثبت الا في حال الوصل فقط، بينما في حال الوقف بتسقط. يعني لما اجي اقول لعله وصاحبته يبقى سقط عندي هنا مد الايه؟ سقط عندي مد الصلة لما وقفت على الكلمة. لكن لو وصلت الكلمتين ببعض لازم أمد مد الصلة الصغرى اللي هي الحركتين. مقداره هو حركتين، وبيثبت في حال الوصل فقط، وفي حال الوقف طبعا بيزول لدينا السبب. طيب تنبيه مهم جدا بقى، احنا اتفقنا انه لو اتى بعد هاء الكناية دي همزة قطع على طول بيصبح المد مد فرعي، وبيسموه مد صلة كبرى. ومد الصلة الكبرى ده هو ملحق بالمد الجائز المنفصل اللي هناخده بعد كده. خلاص، يبقى مش تبعنا النهاردة في الدرس. لو كان بعديه همزة قطع مش تبع درس النهاردة، لكن لو كان بعديه حرف متحرك عادي بعد الهاء الضمير دي على طول بمد مد صلة. في حاجة تانية كمان بتلحق بمد الصلة وهي اسم الإشارة. هذه، هذه في عموم القرآن اللي هو اسم الإشارة ده بيلحق، يعني بيوصل بياء مادية لفظية في الوصل إذا وقعت بين متحركتين. مثال هذه ناقة، هذه ناقة. ولكن بيسقط مد الصلة في حال وجوده بين ساكن ومتحرك. احنا اتفقنا ايه؟ اتفقنا انه لو وقع بين ساكنين اتفقنا لو وقع بين حرفين متحركين على طول بيبقى مد صلة صغرى. لكن كان واقع بين حرف ساكن ومتحرك بتسقط مد الصلة. يبقى إذا مد الصلة ده له شروط، له شروط. لازم يبقى واقع بين متحركين، وثانيهما ليس إيه؟ ليس همزة قطع. يعني هذه الشجرة، هذه الشجرة، هنا الهاء ما مدناهاش في هذه بمد صلة. ليه؟ لأن بعديها ساكن، هي قبلها متحرك بس بعديها ساكن. هذه القرية، هنا برضو بعديها ساكن، وبالتالي هي إيه؟ ما تمدتش مد صلة. يبقى مش كل هذه موجودة في القرآن نمدها مد صلة. إمتى نمدها مد صلة؟ لو وقعت بين متحركين زي القاعدة بتاعتنا ما بتقول. خلاص؟ بالنسبة لمستثنيات هاء الكناية دي هناخدها إن شاء الله. دي مستثنيات لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، دي هناخدها إن شاء الله. لأن الهاء دي بيسموها هاء الكناية، فليها مستثنيات إمتى نمدها وإمتى لأ. مفهوم؟ طيب مد الصلة الصغرى ده ملحق بالمد الطبيعي، وقلنا السبب إنه اختل فيه شرطين: إن المد غير أصلي في الكلمة لكن ناتج من الصلة فقط، لكن هو مش من أصل الكلمة، وإنه غير ثابت في حال الوصل والوقف، ثابت في حال الوصل فقط، بينما في الوقف على طول بسكن الحرف ولا يصبح للمد الطبيعي أي أثر تماما. طيب مفهوم لغاية دلوقتي؟ طيب أنا بفضل إن إحنا يعني لو استيعابكم مش جايب الحالات اللي بتمد فيها الصلة أو لأ،
احنا ممكن نوقف، بس هما شريحتين اتنين فقط، هما شريحتين اتنين فقط، تستحملوني فيهم ولا مش قادرين؟ تعالوا ناخدهم، وإذا استوعبتوهم إن شاء الله يعني استوعبتوهم، ما استوعبتهمش نعودهم تاني المرة الجاية إن شاء الله. طيب، الحالات التي تمد فيها مد الصلة. إيه الحالات اللي بتمد فيها مد الصلة؟ الحاجات اللي أنا هقولها دي مستثنيات لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، مستثنيات لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، أي أنها في الروايات الأخرى يختلف الوضع عن اللي أنا هشرحه الآن. في ورش، في من طريق طيبة النشر، مش من طريق الشاطبية، هيختلف الوضع عن اللي أنا هشرحه الآن. وبالتالي اللي أنا هقوله النهاردة بينطبق على الرواية بتاعتنا اللي احنا بنشرحها، رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. ايه الحالات اللي ما بدش فيها مد الصلة؟ أن تأتي هاء الضمير ساكنة، مثل إيه؟ أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. الهاء هنا عندي مالها في النص ساكنة، هي واقعة بين اتنين متحركين بس هي ساكنة. أو أن تقع متحركة بين ساكنين، عليه القرآن، عليه القرآن، بلاقيها متحركة مكسورة اهي، وقبليها ساكن وبعديها ساكن. أو أن تقع متحركة بين حرفين، الأول متحرك والتاني ساكن، مثال كرسيه السماوات، وسع كرسيه السماوات، بتقع متحركة بين حرفين، الأول ساكن والتاني متحرك، مثال فيه هدى، فيه هدى. بعض الروايات الأخرى بتمد مد الصلة، نقول إيه؟ فيه هدى، بتمد، لكن إحنا عندنا في إيه؟ قصر، ما بمدش مد الصلة فيها. يبقى بيلحق بالهاء الثانية كمان من اسم الإشارة هذه اللي بتدل على المفرد المؤنث في عموم القرآن كله، بتمد بياء لفظية، اتفقنا إذا وقعت بين متحركين. وهذه بضاعتنا، بحذف صلتها وصلا إذا وقع بعدها ساكن عشان ما ينفعش أعمل التقاء ساكنين. وهذه الأنهار، وهذه الأنهار، الهاء هنا وراها إيه؟ وراها حرف ساكن، يبقى هنا خالفت هاء اسم الإشارة هاء الضمير، ما لم تقع مضمومة بحال، ما لم تقع ساكنة في الوصل. خلاص، يبقى دي الحالات التي لا تمد فيها مد الصلة. طيب، في استثناءات لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، مثال في قوله ويخلد فيه مهانا، هنا بمد مد الصلة، هي ما استوفتش الشروط بتاعتنا، ولكن رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية حفص بمد مد صلة. وأيضا في يرضه لكم، في بعض الروايات الأخرى تقول يرضه لكم بيمد صلة، إحنا عندنا لا تمد مد صلة رغم أنها استوفت الشروط، رغم أنها استوفت الشروط، وذلك إثباتا للرواية. خلاص؟ طيب، انتبهوا بقى لحاجة مهمة جدا، إن هاء الضمير ما بلاقيهاش أبدا متحركة بالفتح أبدا، يا بلاقيها بضم يا بلاقيها بكسر، أبدا لا تكون متحركة بفتح. علامتها في المصحف بتكون إما بيضعوا واو صغيرة أو ياء معكوفة بعد هاء الضمير، زي ما انتم شايفين كده، عاملة زي إيه؟ زي الحاء المقلوبة دي، الياء المعكوفة، أو واو صغيرة بعد هاء الضمير، أعرف على طول إن أنا أمدها حركتين. في رواية حفص عن عاصم وردت هاء الضمير على أصلها في موضعين في القرآن. خلاص، ولازم تعرفوا إن الأصل في هاء الضمير هو الضم، يعني العرب إذا سبقت هذه الهاء بكسرة أو ياء، فعشان يجنسوا الحركة بتاعت الياء أو الكسرة بيحولوها لضمة، بيحولوا هذه الضمة إلى كسرة وبيلغوا الضم أصلا، فما يقولوش فيه إنما، يقولوا فيه إنما عشان يجنسوا الحركة، ما يقولوش به، يقولوا به. وما عدا الحالتين دول كانت العرب بتضم هاء الضمير على الأصل بتاعها. مثال مثلا وما أنسانيه إلا الشيطان،
ميهو إلا مضمومة، عليه الله أيضا مضمومة. يبقى هاء الضمير في هاتين الآيتين رغم إن هي سبقناها بياء ساكنة، والقاعدة بتقول لنا إن لو سبقت بياء ساكنة بنكسرها، إلا إن هذا ما فعله كل القراء إلا حفص عن عاصم، جاءت مضمومة على الأصل بتاعها في هاء الضمير وهو الضم.